سباق التمرات الذهبية. تابعونا واشتركوا في القناة. يا أصدقاء، هل سمعتم يوما عن سباق لا يحتاج إلى أحذية سريعة أو ملاعب واسعة؟ إنه سباق الخيرات، الذي ينطلق كل عام مع هلال شهر رمضان المبارك. في حينا الجميل، كان الطفل أنس يراقب جيرانه وهم يتبادلون أطباق الطعام الشهية قبل آذان المغرب، وكان يتمنى من كل قلبه أن يشارك في هذا السباق العظيم ويحصد الكثير من الحسنات. كان الجيران يتسابقون، فهذا يحمل طبقا كبيرا من الأرز واللحم، وتلك تحمل وعاء من الحساء الساخن. نظر أنس إلى العلبة الصغيرة التي في يده، ولم يجد فيها إلا بضع تمرات بسيطة. شعر أنس ببعض الخجل وقال في نفسه: كيف سأفوز في سباق الخير بهذا القليل؟ إن جيراني يقدمون ولائما كبيرة، وأنا ليس لدي إلا هذه التمرات. في تلك اللحظة مر جاره الحكيم زيد، ورأى ملامح الحزن على وجه الصغير. اقترب زيد منه وقال بصوت حنون: يا أنس، لا تحزن. هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من فطر صائما فله مثل أجره، ولو كان ذلك على تمرة واحدة أو شربة ماء؟ الله ينظر إلى صدق قلبك يا بني، وليس إلى حجم طبقك. تهللت أسارير أنس، وشعر بحماس كبير يملأ قلبه. عندما ارتفع صوت أذان المغرب، انطلق أنس بسرعة نحو المسجد القريب. وقف عند الباب بابتسامة عريضة، وأخذ يوزع تمراته على المصلين الداخلين. مع كل تمرة يقدمها كان يشعر بسعادة تغمر روحه، وكأنه ملك الدنيا وما فيها. لقد تعلم أنس أن دروب الخير واسعة، وأن أصغر العطاء عند الله كبير إذا خرج من قلب محب ومخلص.